مرحبا أعزائنا المتابعين، واليوم سوف نفتح معا الفصل الثاني من العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا. في الفصل الثاني سوف نتعرف معا على إقليم شمال وشرق سوريا. يتشكل من 7 مقاطعات، وهي الجزيرة، دير الزور، الرقة، فرات، منبج، عفرين والشهبة، الطبقة. مما يتألف مجلس الشعوب الديمقراطي لإقليم شمال وشرق سوريا. فالمادة رقم 91 من العقد الاجتماعي تنص على مجلس الشعوب الديمقراطي يمثل كافة الشعوب القاطنة في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، وهو رمز التكامل في العيش الأخوي المشترك والاتحاد الحر الديمقراطي التي تؤسسه شعوب المنطقة. 2. يتكون مجلس الشعوب الديمقراطي من ممثلي الشعوب الكرد والعرب والسوريان الآشوريين والأرمن والتركمان والشركس والشيشان، وتكون نسبة المرأة فيه 50%. كذلك يمثل المجموعات العقائدية والثقافية كالمسلمين والمسيحيين والإيزيديين وغيرها المنضوية تحت سقف الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. 3. يراعي البنى والخصائص التاريخية والديموغرافية والجغرافية والدينية والعقائدية والأثنية والثقافية لكافة الشعوب والمجموعات عند اتخاذ القرارات وفي الأنشطة التي يقوم بها. 4. يضمن مجلس الشعوب الديمقراطي حق الشعوب والمجموعات في إنشاء الإدارات الذاتية الديمقراطية، ويضمن خاصيتها وحرياتها العقائدية والأثنية والثقافية بالقانون في إطار العقد الاجتماعي. 5. يتبنى النظام الكونفدرالي الديمقراطي في تنظيم المجتمع ويمكنه من العيش ضمن توازن بيئي اقتصادي. 6. ينظر مجلس الشعوب الديمقراطي إلى تنظيم المقاطعات الإدارة الذاتية الديمقراطية والمجموعات والوحدات المحلية على أنها الركيزة الأساسية للنظام الكونفدرالي الديمقراطي، ويهدف إلى توحيد كافة المجموعات المنضوية تحت ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا انطلاقا من إرادتها الذاتية. ما هي هيكلية مجلس الشعوب الديمقراطي؟ المادة رقم 92 في العقد الاجتماعي تنص على هيكلية مجلس الشعوب الديمقراطي. 1. مجلس الشعوب الديمقراطي يقوم بالتشريع والتمثيل العام للشعوب والمجموعات المنضوية في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية للشمال والشرق سوريا. 2. مدة الدورة الانتخابية 2 سنين. 3. يتحدد عدد أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي في كل مقاطعة حسب الكثافة السكانية وينظم ذلك بقانون. 3. يتحدد عدد أعضاء. 4. ينتخب أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي وفق الآتي: 60% من ممثلي الشعب الذين يحددون بالانتخابات العامة التي يشارك فيها عموم الشعب، و40% منهم من الممثلين المنتخبين بصورة شفافة وديمقراطية من ضمن المكونات الأثنية والدينية والعقائدية والثقافية حسب كثافاتها السكانية، ومن ضمن الشرائح الاجتماعية، وذلك وفق قانون الانتخاب. الرئاسة المشتركة لمجلس المقاطعة، والرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية في المقاطعات، والرئاسة المشتركة لاتحاد البلديات في شمال وشرق سوريا هم أعضاء في مجلس الشعوب الديمقراطي. 5. يتكون ديوان مجلس الشعوب الديمقراطي من رئاسة مشتركة و4 نواب يتم اقتراح أسمائهم على المجلس بعد توافق ممثلي المجموعات والشرائح الاجتماعية المتواجدة في مجلس الشعوب الديمقراطي. يتم انتخاب الرئاسة المشتركة بموافقة الثلثين
من العدد الكامل لأعضاء المجلس، بينما ينتخب أعضاء ديوان الرئاسة بتصويت 50+1 من المشاركين في جلسة مجلس الشعوب الديمقراطي. 6. يعمل مجلس الشعوب الديمقراطي من خلال اللجان، يصوغ القرارات النهائية ويطرح المشاريع على اجتماع مجلس الشعوب الديمقراطي، وبإمكانه تشكيل اللجان اللازمة عند الحاجة. 7. يسير أنشطته وفق مبادئ نظام الداخلي. ما هي مهام مجلس الشعوب الديمقراطي؟ المادة رقم 93 تعرف لنا مهام مجلس الشعوب الديمقراطي كالتالي: 1. يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بأغلبية الثلثين، ويكلفها بتقديم تشكيلة المجلس التنفيذي خلال شهر من منح الثقة، كما يحق له حجب الثقة عن المجلس التنفيذي أو أحد أعضائه. يتم انتخاب الرئاسة المشتركة وأعضاء المجلس التنفيذي من المنتخبين. في حال عدم القبول يتم اقتراح أسماء جديدة من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، بحيث يكون 80% من أعضاء المجلس و20% من المختصين، وأن يكون هناك توافق بين التجمعات الأثنية والدينية والمقاطعات عند انتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي ليكون التمثيل عادلاً، ويكون تمثيل المرأة متساوياً مع الرجل. 2. يجتمع بشكل دوري وعند الحاجة يرسم السياسة العامة ويحدد الأهداف الاستراتيجية الخارجة عن صلاحيات المقاطعات على مستوى الإقليم، يناقش المشاريع المطروحة في جميع المجالات ويضع المخططات. 3. يقر المجلس حالتي السلم والحرب في نطاق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بمشاركة مجالس المقاطعات ومجلس المرأة في شمال وشرق سوريا. 4. مجلس الشعوب الديمقراطي يقوم بوضع القوانين وسن التشريعات بخصوص إقليم شمال وشرق سوريا دون تدخل في أمور المقاطعات. 5. يقوم بمتابعة عمل الهيئات التنفيذية عن طريق اللجان، وتقدم اللجان تقاريرها للمجلس. 6. يقوم بالمصادقة على الرئاسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية لشمال وشرق سوريا المقترح أسماءهم من قبل مجلس العدالة في شمال وشرق سوريا. 7. يصادق على القيادة العامة لقوات الأمن الداخلي المقترح أسماءهم من قبل جهاز الأمن الداخلي، ويقوم المجلس بالإشراف على نشاطاتهم. 8. يقوم بالمصادقة على أعضاء المفوضية العليا للانتخابات المقترح أسماءهم من قبل مجلس العدالة ومجلس الشعوب للمقاطعة بتوافق مجلس العدالة ومجلس الشعوب الديمقراطي للشمال والشرق سوريا بأصوات ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي، وفي حال عدم اكتمال النصاب تؤجل إلى جلسة أخرى، ويكون التصويت بنسبة 50+1. 9. يصادق على التعيين وترفيعات القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية ويشرف على فعالياتها. 10. يبحث ويبت في المواثيق والاتفاقيات التي تتم باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية للشمال والشرق سوريا مع الشعوب، الدول والمؤسسات، أو بالتنسيق مع مجلس الشعوب في المقاطعات ويصادق عليها. 11. يجوز تمديد دورة مجلس الشعوب الديمقراطي في الحالات الاستثنائية لمدة 6 أشهر بطلب من ربع الأعضاء أو ديوان المجلس وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس. 12. المصادقة على انضمام منطقة أو مقاطعة إلى الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بمشاركة مجالس المقاطعات بعد قبول تلك المنطقة للعقد الاجتماعي
بصوت ثلثي أعضاء المجلس، وفي حال عدم اكتمال النصاب تؤجل الجلسة ويتم التصويت بنسبة 50+1. 13. مناقشة وإقرار الموازنة العامة للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بمشاركة مجالس المقاطعات. 14. إقرار العفو العام ومنحه في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا في الحالات المطلوبة باقتراح من مجلس الشعوب الديمقراطي أو من مجلس العدالة. المادة 94 تنص على مهام ديوان مجلس الشعوب. 1. يمثل مجلس الشعوب الديمقراطي في إقليم شمال وشرق سوريا، وهو مسؤول عن ترتيب وتنسيق وتنفيذ جميع أنشطة المجلس والإشراف عليها. 2. يقوم بتفعيل اللجان ومراقبتها والإشراف عليها. المادة 95. المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. 1. الرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية للمقاطعات هم أعضاء في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، ويحق لهم حضور اجتماعات المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية والمشاركة في النقاشات واتخاذ القرارات. 2. لا يحق للرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية للمقاطعات أن يترشحوا للرئاسة المشتركة والهيئات التابعة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا. 3. الرئاسة المشتركة تمثل المجلس التنفيذي وتسير فعالياته. المادة رقم 96 تنص على ما هي مهام المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية. 1. ينفذ القرارات ويطبق السياسات التي يرسمها ويحددها مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن طريق الهيئات التنفيذية. 2. يمارس الأنشطة الدبلوماسية باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. 3. يؤمن التنسيق والتكامل بين المقاطعات في المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية. 4. يتم تحديد صلاحيات المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا وفق مبدأ الكونفدرالية الديمقراطية بقانون على أساس التوافق مع المقاطعات في إطار العقد الاجتماعي. 5. يقدم تقاريره إلى مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. 6. ينظم المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا نفسه من خلال هيئاته. 7. تتألف كل هيئة من الرئاسة المشتركة للهيئة والرئاسة المشتركة للمجلس الهيئة وعدد كاف من الأعضاء. وبهذا أعزائنا المتابعين نصل وإياكم إلى ختام فكرتنا لهذا اليوم، على أن نلقاكم مجددا. لا تنسوا متابعتنا. دمتم